أهلا بكم أصدقائي متابعي قناتي. تصلني رسائل كثيرة تريد بعض المعلومات أو بعض النصائح حول العلاقات الاجتماعية، حول السلوك الإنساني، لكون قناتي قناة عامة وتخصصي هو كان ضمن مجال هذا المعنى الذي قصدته. فمن أحدى الأسئلة اللي الكثير يتساءل يقول شنو هي الأشياء أو السلوك اللي يجذب المرأة للرجل؟ هسه الجذب يعني ليس بمعناه الآخر، بمعنى أنه رضا المرأة عن الرجل. فمن خلال ملاحظاتي وبحوثي وحتى الدراسات اللي يعني اطلعت عليها، أنه المرأة ما يهمها وسامة الرجل بالمعنى يعني المهم، ولا حتى صوته ولا حتى غناه. اليوم المرأة تريد الرجل اللي عندما تخالطه أو تجالسه أن يشعرها بالأمان. يعني هذه الصفة اللي تعطي للرجل المصداقية، تعطي للرجل الشعور بأنه رسالة للآخرين، رسالة للمرأة، سواء كانت ضمن محيط حياته الخاصة أو العامة. الرسالة اللي يبعثها الرجل للمرأة إنه اطمئن، وهذا فشي يعني شعور الطرف الآخر بالأمان. يعني إنه اللي حوله أو اللي دي جالسه أو اللي هو دا يتعامل وياه عنده فد مبدأ وعنده رسالة بالحياة، أنه اطمئن لسلوكي، اطمئن لمشاركتي، اطمئن لكل شيء يكون معه. فأعظم صفة وأحسن صفة ممكن أن يتسلح بها الرجل للمرور إلى قلوب الآخرين، سواء كانوا نساء ولا رجال، أن رسالته أن يكون الاطمئنان. وأعتقد أنه شنو قيمة إذا فقد الأمان بالسلوك بالتعامل، شنو قيمة إذا كان هو يمتلك المال، يمتلك الصوت، يمتلك الوسامة، كل هذه الأشياء تتساقط. فهي كثير هناك صفات كثر، يعني الصدق جزء من عدها، الأمان يعني، لكن كلمة اطمئن هي شاملة لكل هاي المفردات اللي يتعايش بها الإنسان ضمن حياته اليومية. فأختزل بهذا الموضوع لأنه دقيقة واحدة، وأشوفكم خير إن شاء الله أصدقائي.